عندنا في الفيزيكس بيتكلم عن حاجه اسمها الميجرمنت بروسيس. الميجرمنت بروسيس، عمليه القياس. ايه الميجرمنت بروسيس دي؟ عايز اقيس حاجه، فاحنا عايزين ندي ديفينيشن لعمليه القياس دي. طيب هناخد اكزامبل كده، ان انا عندي مثلا كيس مثلا فيه فواكه، وليكن تفاح مثلا، وانا مش عارف الماس بتاعت التفاح دي كام كيلو جرام، عايز اعرف الماس بتاعتها. طيب فطبعا هنعمل ايه؟ هناخد كيس التفاح ونحطه في البالانس، الميزان. ده ميزان عند الراجل بتاع التفاح، هنحط كيس التفاح كده عشان نعرف الماس بتاعته. طيب يبقى اذا الشكل اللي قدامي دوت واضح قوي ان هو كومباريزون، ان هو عمليه مقارنه، صح؟ كومباريزون ما بين كيس التفاح وما بين الحاجات اللي هتتحط هنا. طيب هحط ايه هنا؟ هجيب قطع الحديد اللي هي كل واحده مكتوب عليها مثلا 1 كيلو جرام واحطها. فحطيت قطعه واحده، لقيت ان كيس التفاح هو اللي نازل لتحت، طابب لتحت، والقطعه دي لفوق لسه. فاحط قطعه تانية 1 كيلو برضو، فمثلا لسه. فاحط القطعه الثالثه، هلاقي مثلا ان كده بقى في توازن، او الاتنين بقوا قد بعض، اللي هم كيس التفاح والثلاث قطع حديد. يبقى اذا الماس بتاعت التفاح كام دلوقتي؟ مم. الماس كام يا ولاد؟ 3 كيلو. 3 كيلو جرام. طيب تعالوا بقى اللي احنا عملناه ده ندي عليه ديفينيشن، يعني هنديفاين الميجرمنت بروسيس. ايه هي الميجرمنت بروسيس؟ هي process of comparison او comparing. the process of comparing، مقارنة مين بقى؟ الكوانتيتي دي اللي هي كيس التفاح، اللي هي الماس بتاعت كيس التفاح. هنا كيس التفاح بالنسبة لي نون كوانتيتي ولا unknown كوانتيتي قبل ما اقيسه؟ unknown كوانتيتي. يبقى unknown. unknown quantity، تمام، with another known quantity. ايه بقى النون كوانتيتي اللي انا بقارن كيس التفاح بيها؟ ال1 كيلو جرام. يبقى انا بقارن كيس التفاح بال1 كيلو جرام. لما حطيت 1 كيلو جرام طلع كيس التفاح اكتر، لما حطيت 1 تاني طلع كيس التفاح اكتر، لما حطيت 1 تالت طلع كيس التفاح ايكوال التلاتة مع بعض. فاذا يبقى انا بقارن كيس التفاح بال1 كيلو جرام عشان تبقوا عارفين، عشان دي تركه في الدرس. ان حد يقول لي انا بقارن كيس التفاح بال3 كيلو جرام او بالماس كلها، لا 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 لا، مش بقارن بالماس كلها، بقارن باليونت بتاعت الماس اللي هي هنا 1 كيلو جرام. طيب comparing unknown quantity with another known quantity، ليه بقى؟ to know، عشان اعرف how many times، كم عدد المرات the first quantity، يعني اللي هي ال unknown quantity contains the second. عشان اعرف كم عدد المرات الاولى تحتوي الثانيه كم مره. فالثانيه دي في الاكزامبل بتاعنا هي 1 كيلو جرام، فانا عرفت دلوقتي ان الاولى اللي هي الانون تحتوي على 3 من ال 1 كيلو جرام. بس في حاجه، احنا هنا بنكمبير unknown quantity with another known quantity of the same type، من نفس النوع. يعني ايه؟ التو كوانتيتيز بالنسبه لي هم من نفس النوع، هنا ماس وهنا ماس،
ما ينفعش يبقى هنا ماس وهنا مثلا تايم، او هنا ماس وهنا لينس. يبقى ده اول ديفينيشن عندي، measurement process. طيب عشان اعمل measurement process محتاج شويه elements، يعني عناصر عمليه القياس، elements of measurement process. elements of measurement process ايه هي؟ انا دلوقتي عشان اقيس الكيس التفاح لازم كان عندي كيس التفاح اصلا. يبقى الاليمنتس بتاعتي، اول element مهم هو الكوانتيتي نفسها اللي هو الماس بتاعه التفاح. يبقى الكوانتيتي دي نمبر 1، كوانتيتي. طيب نمبر 2، انا جبت ايه عشان اقيس الماس بتاع التفاح؟ بالانس. بالانس. طيب تيجي نسمي البالانس ده تول. تول يعني الاداه اللي انا هستخدمها. كوانتيتي اللي هي الكميه اللي انا بقيسها، المراد قياسها. كوانتيتي يعني الكميه، تول اللي هي الاداه. طيب بعد ما قسنا التفاح لقيناه 3، هل قلنا 3 وسكتنا ولا قلنا 3 كيلو جرام؟ قلنا 3 كيلو جرام. يبقى ضروري جدا بعد ما اقيس يبقى عندي اليونت اللي انا بقيس بيها. فممكن مثلا يكون في سنسيتيف بالانس بيقيس الذهب، فالراجل حاطط حته ذهب هنا وانا مش شايفه، هو من ورا المكتب كده بيقول لي ايه ده طلع 3. طب الثلاثه دي 3 جرام ولا 3 مثلا ملي جرام ولا 3 كيلو جرام؟ مش عارفين. ولا 3 سنتي 3 جرام. جرام؟ اه مش عارفين. ما هو لازم يقول لي الايه، لازم يقول لي اليونت علشان ابقى ايه، نبقى عارف هو بيقول ايه. طيب يبقى انا قصدي الحاجات الضروريه علشان نعمل ميجرمنت بروسيس، الكوانتيتي والتول والايه واليونت. خلاص، دول هناخدهم بالتفصيل. طيب ناخد بس اكزامبل تاني قبل ما ندخل. لو انا برضه عندي آه، ترابيزه او باب كده، باب مثلا، ماشي، الباب ده كده عايز اعرف اللينس بتاعه. فانا عارفين الميتر تاب اللي هو المتر اللي بيبقى مع الناس اللي بيشطبوا الشقه مثلا. اه امم ده بتاع ده، تمام، ده اسمه ميتر تيب. ميتر تيب دوت بيطلع بتاع دي اسمها مازوره، ماشي، اللي هي بتبقى لما بتطلع بقى بتبقى عامله كده، تمام، عامله زي المسطره بس طويله قوي. وايه ممكن توصل ل 100 متر جوه، ملفوفين هنا جوه هنا عشان يقيسوا اللينس بتاع اي حاجه. فانا علشان انا عايز دلوقتي اقيس اللينس بتاع الباب ده، تمام، كام متر. اول حاجه الكوانتيتي عندي اللي هو الباب نفسه عندي اهو. طيب عندي التول، هجيب الميتر تيب. الميتر تيب. طيب بعد ما قسته طلع مثلا 2 متر، فبقول 2 مترز اهو. ما قلتش 2 خلاص، ما قلتش 2 وسكت. طيب فده كده احنا بندرس الحاجات دي. فنقعد ندرس بقى الكوانتيتي والتولز والايه واليونتس. ان شاء الله نخلصهم النهارده باذن الله. اول حاجه عندي هي الكوانتيتي. طيب الكوانتيتي لما جم تعالوا نتكلم مع بعض على الكوانتيتيز كده. تمام، يعني ايه كوانتيتي؟ يعني الحاجه اللي بتتقاس. انا بقيس ايه في الدنيا حواليا؟ ايه رايكم؟ نقيس التمبريتشر مثلا، بس التمبريتشر دي كوانتيتي. بنقيس الماس زي ما قسنا الماس بتاع كيس التفاح. بنقيس اللينس، لينس اي حاجه، لينس شارع، لينس خط، لينس باب، لينس اي حاجه. بنقيس التايم اكيد.
بنقيس الفيلوسيتي زي سرعة الرياح. والفوليوم بس. شاطر. بنقيس الفوليوم بتاع الحاجات، لو انا عندي حاجة عايز اقيس الحجم بتاعها. بنقيس الاريا. كل دي اسمها كوانتيتيز. تمام. بنقيس حاجة اسمها اكسلريشن. عندي عربية بتتصنع، فانا عايز اقول بقى ان انا قدرت اصنع عربية بتاكسلريت، يعني بتتسارع بمعدل مثلا 50 متر كل سكند سكوير مثلا. فدي حاجة كبيرة قوي. عندي الطيارة بتتسارع بمقدار كذا، يعني سرعتها كل ثانية بتزيد 50. فهي كانت زيرو، وبعدين وهي بتتحرك عديت ثانية بقت سرعتها دلوقتي حالا 50. الثانية التانية تبقى سرعتها كام؟ 100. الثانية التالتة يبقى سرعتها 150. ده سرعتها عمالة تزيد كل ثانية، يبقى كده بتتسارع. يبقى في اكسلريشن. الاكسلريشن دي كوانتيتي. وهكذا بقى في حاجات كتير في الفيزيكس هتاخدوها كلها بس على مرحلة أولى وثانية وثالثة ثانوي. البريشر، الدنسيتي، تمام، الفريكوانسي. واخدين بالكم؟ كل دي كوانتيتي. عندنا الفورس، عندنا الانرجي، عندنا الورك، عندنا حاجات كتير يا اولاد. طيب كل دي اسمها كوانتيتي. فالعلماء قال لك ايه؟ هو احنا هنفضل بقى كوانتيتي دي كده بحر قدامنا كده؟ لا، احنا عايزين نقسمهم. فطيب والفلوسيتي هنقسمهم. قول. والفلوسيتي يا مستر. الفلوس اللي أنا كاتبها ايه؟ مم. طيب دي الكوانتيتيز عايزين نقسمهم. هنقسمهم لايه بقى؟ لنوعين. هنكتبهم في الصفحه اللي جايه. الكوانتيتيز دول يا ولاد آه يا اما ان هي تبقى فاندامنتال. فاندامنتال كوانتيتيز، او حاجه اسمها derived quantities. يعني ايه فاندامنتال؟ يعني بيزك. فاندامنتال يعني اساسيه. فاندامنتال كوانتيتيز كميات اساسيه. ايه بقى الكميات الاساسيه دي؟ الكوانتيتيز اللي ما نقدرش نفكها لكوانتيتيز اقل منها. يعني ايه؟ يعني الكوانتيتيز اللي ملهاش قوانين. دلوقتي لما احنا هقول لكم على حاجه. الفيلوسيتي ايكوال ايه من ثالثه اعدادي؟ equal ديستانس اوفر distance ايه؟ over time. distance over تمام. time. حلو قوي. لو انا بتكلم عن الفيلوسيتي، الفيلوسيتي تتكون من الديستانس والتايم ديفايدد بعض، او الديستانس ديفايدد التايم. كده الفيلوسيتي مش بيزك او مش فاندامنتال كوانتيتي، كده الفيلوسيتي ديرايفد كوانتيتي. طيب لو انا بقول لكم انا عايز الماس، هل في قانون للماس؟ هل في حاجه اسمها ماس ايكوال كذا باي كذا او كذا لا. ديفايدد كذا؟ لا لا. مفيش. احنا جبنا الكيس التفاح حطيناه على الميزان، طلع كام؟ طلع 3 كيلو جرام. خلاص، ما حطيناش قانون عشان نحسب الماس. يبقى الماس فاندامنتال كوانتيتي. جبنا الميتر تيب وقسنا اللينس بتاع الباب فايه؟ فطلع 2 متر. يبقى اللينس ملوش قوانين. بس لو عايز الاريا بتاعت الباب، مش الباب ده ريكتانجل؟ الاريا بتاعت الباب الريكتانجل هيبقى لينس مطلوب. length by width. لينس باي ويدز. ليه قانون ولا ملوش؟ ليه يا الاريا، مستر؟ الاريا ليها قانون. تبقى derived quantity ولا fundamental quantity؟ درايفت كمان. Right. derived quantity. derived quantity هي quantities اللي ليها قوانين، او اللي انا اقدر استنتجها من الفاندامنتال كوانتيتي. ازاي؟
هنشوفها بس اصبروا عليا. تعالوا نكتب الفاندامنتال كوانتيتيز الاول. عندنا الماس واللينس. دلوقتي مثلا في واحد قال لي انا هجري الشارع ده في 5 ثواني، فانا مسكت ستوب ووتش وبدات اقول له 1 2 3 فبدا يجري، فببص على الستوب ووتش فمشي مثلا في 5 ثواني. يبقى انا كده حسبت التايم بتاعه مباشره ولا استخدمت قوانين عشان اجيب التايم؟ لا مباشرة حسبته مباشره. يبقى التايم بيزك كوانتي او فاندامنتال كوانتي. تمام.